اهلا بكم مشاهدي قناه فرانس 24 من جديد في الجزء الثاني من برنامج الاسبوع الاقتصادي. نواصل الحديث والنقاش في حلقه اليوم عن الاستثمارات الصينيه في افريقيا، ما لها وما عليها. وتوقفنا في الجزء الاول من هذا البرنامج عن الحديث عن هذه الشراكات الصينيه الافريقيه. معك دكتور منصف الشيخ روحو، هل ربما ترى اوروبا التي كانت عندها ربما هذه الاسواق التقليديه في افريقيا ترى بعين الرضا هذه الشراكات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، أم ربما لا يعجبها الأمر وفي نهاية المطاف تضغط على هذه الدول الأفريقية بأن ربما تغير من استراتيجيتها ومن شركائها الاقتصاديين لتعود من جديد إلى أسواقها التقليدية؟ طبعا النظرة التقليدية للبلدان الأوروبية هي نظرة تواصل ما كانت عليه الحال منذ قرون. أي لما رجعت من أمريكا لفرنسا لأدرس، وجدت في دراساتي أن أول مربوح بين الصادرات والواردات لفرنسا هو أفريقيا جنوب الصحراء، ثاني مربوح هو شمال أفريقيا. فكنا موارد كبيرة وكبيرة جدا للاقتصاد الفرنسي، صادرات إلا واردات. فهذا لم يتطور بسرعة. الصين الآن لما تتدخل في منطقة، لما زار الرئيس الصيني مثلا السابق قبل 5 سنوات كوبا، استثمر 20 مليار دولار في أي قطاع، ليس السكر، ليس السيجار، هو النيكل. كوبا لم تكن لها الأموال الكافية للاستثمارات المهولة الأولية. فالنيكل يصلح لصناعة السيارات، فالصين ناوية تدخل صناعة السيارات. المورد الآخر أو المصدر الآخر للنيكل هو فرنسا عن طريق نوفيل كاليدونيا. فالصين استثمرت في كوبا مع نظرة طويلة المدى، فهناك مربوحية مالية. طبعا الصين رابحة، لا تبحث ربما فقط عن الربح المادي. هذا هو الصين لا تبحث فقط هناك ربح مالي للطرفين مثل ما تفضل الأخ عبد النبي في القاهرة، أنا أشاطره في هذا، ولكن هناك ربح اقتصادي، بمعنى أن هناك احتساب النمو الذي سينتج للاقتصاد المحلي لما تتدخل الصين بهذه الطريقة. وفي الاقتصاد في النمو الاقتصادي هناك التشغيل، فهذا أمر اجتماعي هام جدا. أخيرا هناك مؤشر ثالث ترمي إليه الصين، هو مقدرة هذه البلدان على دعم صادراتها، على غزو الأسواق الخارجية. وأذكر أن الشرطين الأولين لتصبح دولة صاعدة اقتصاديا أي emergent هو أن نسق النمو يكون عالي، ثانيا أن يكون نسق التصدير عالي. فيا حبذا لو الأمراض الصينية تأتينا لإفريقيا. ألكسندر كاتب الرسالة واضحة. هل برأيك تشاطر ما يقوله الدكتور منصف شخروح بأن الصين لا تبحث فقط عن الربح المادي، هناك نظرة استراتيجية على المدى البعيد، سواء تعلق الأمر بأفريقيا أو حتى بكوبا، حتى بدول البريكس مثلا؟ هناك نظرة استراتيجية، ولكن هذه النظرة لا يلزم أن نكون يعني في بعض الأوهام في هذه، لأن الصين لا تريد يعني خصوصا تطور هذه الدول يعني مجانا، لأن في مصلحتها المالية والاستراتيجية تطوير هذه الدول في بعض المجالات. وفي الوقت ذاته اليوم لا نرى الكثير من الاستثمارات في المجال الصناعي. هناك استثمارات في مجال يعني الموارد الطبيعية وفي الطاقة، ولكن في الصناعة في إفريقيا ليس هناك الكثير من الاستثمارات. فيلزم أن نرى الصورة كما هي اليوم. بدأت ربما في صناعة السيارات، صناعة الطيران، صناعة حتى غيار الطائرات والنسيج. اليوم لا نرى الصين في هذه يعني في هذه القطاعات في إفريقيا. نراها تستثمر ربما في بعض الدول الآسيوية، ولكن في إفريقيا يعني إذا نظرنا خصوصا في كل البلدان الإفريقية، ربما هناك في إثيوبيا بعض الاستثمارات، ربما هناك بعض الاستثمارات في جنوب إفريقيا في هذه يعني القطاعات، ولكن في غيرها من البلدان ربما سنراه في المغرب مع هذا المشروع الجديد. ولكن ليس هناك يعني اليوم لا نرى هذه، يعني يجب الحذر من هذه الاستثمارات الصينية، ويجب أن تكون هناك هذه العلاقة غير المتوازنة بين الصين من جهة
وبين كل هذه الدول التي يمكن الصين أن تلعبها الواحدة ضد الأخرى، ويعني لكي تكون لها الظروف الأحسن في كل البلدان، وأن تكون الفائدة أكثر لها من أن تكون لهذه البلدان. نعم. يونس بالفلاح، هل هذه الاستثمارات الصينية استثمارات مدروسة من الجانب الصيني على ما يبدو، ولكن هل ربما القادة الأفارقة واعون جيدا بهذه الاستثمارات، وربما ما تخفيه كما يقول ألكسندر كاتب من ربما بعض التحديات ربما ليست بالاستثمارات التي يمكن أن نأخذها ربما على محمل الجد، خاصة في الصناعات الثقيلة؟ صحيح. الفكرة الأساسية اليوم أنه صحيح هناك يعني حتى في الأدبيات الأكاديمية أنه يمكن يعني وصف اليوم حالة الصين في أفريقيا باللغز، أن هناك لغز الصين في أفريقيا. هل نحن أمام نموذج نيو كولونيالي جديد في أفريقيا يرى الدول الإفريقية وفي قدراتها وفي مواردها بمثابة يعني الحديقة الخلفية للصين؟ ودخول الصين أنا متفق تماما مع فكرة أن الصين لا تدخل فقط من الباب الاقتصادي، هي عندها اعتماد كبير على دبلوماسية وعلى حضور ثقافي وعلى حضور في الأنشطة السياسية كذلك على مستوى الدول الإفريقية والتنسيق مع الدول الإفريقية. لكن اليوم صحيح الخريطة الاستثمارية متنوعة تهم مجموعة من القطاعات الاقتصادية، نراها في المشاريع البنية التحتية، بناء الطرق. يعني الصين بنت أكثر من 3300 كيلومتر في طرق السيارة، بنت أكثر من 200 محطة طرقية، وربما مشاريع أخرى كمشاريع يعني بناء العقارات، وكمشروع طنجة كمشروع المدينة الصناعية الذكية في طنجة الذي سوف يخلق يعني مجموعة من فرص الاستثمارية وفرص الشغل. هذه كلها يعني نظرات يعني وخريطة الاستثمارية. في المقابل نرى كذلك طفرة نوعية على مستوى التبادل التجاري، وهذه نقطة مهمة. يعني بالإحصائيات نحن في سنة 2000 التبادل التجاري ما بين الصين وما بين كل الدول الإفريقية كان يبلغ 12 مليار دولار، اليوم يصل إلى حوالي 300 مليار دولار التبادل التجاري ما بين الصين وما بين إفريقيا. الصين تستفيد من المواد الأولية ومن المواد الفلاحية، في حين أنه أبرز صادراتها لإفريقيا هي عبارة عن مواد استهلاكية تصل إلى 20% و40% مواد للتجهيز و40% للمواد اللي هي وسيطة التي يتم استعمالها في البناء التحتية. يعني نظرنا في مشاريع كبيرة في أنغولا، في الكونغو، في السودان، في مصر، في نيجيريا، في الجزائر، في المغرب، تهم كل القطاعات الاقتصادية. الأكيد أنه بالنسبة للدول الإفريقية أول شيء الذي يجب يعني أخذ بعين الاعتبار أنه الاستثمار والعلاقات هي علاقات رابح، يعني أنه ليست هناك أي دولة في المنطقة الاقتصادي تتعامل بمنطق الهبات أو بالمساعدات، لا، هناك علاقات رابح. يجب أن هذه الدول تتعامل بحذر مع كل الاستثمارات، لكن في نفس الوقت مطلوب من الدول الإفريقية للارتقاء بمستواها الاقتصادي تنويع شراكاتها. اعتمادها فقط على الشريك الأوروبي غير كافي بالمرة، لذلك فالانفتاح على الصين، على روسيا، على الهند، على مجموعة من الدول، وعلى مجموعة خاصة هذه الدول التي تقدم يعني نموذج للتعاون الاقتصادي جنوب جد مهم، أولا من حيث خلق توازن على مستوى حجم المبادلة التجارية، ثم من نقطة تالية هو محاولة الاستفادة من حيث القدرات الاستراتيجية، يعني استفادة في تطوير مهن، استفادة في تكوين الرأسمال البشري، ثم الاستفادة في تحسين مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرائدة في إفريقيا، والتي بدأنا أن نراها يعني كقطاع طيران، قطاع السيارات، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة. أنا أريد أن أضيف أن على ما قال الزميل أن هناك يعني بعض الفرص الكبيرة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعني في الصين هناك يعني حيوية كبيرة في هذا المجال، ويمكن نقول أن النمو الصيني يرتكز بصفة كبيرة على هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كان لها يعني دور فعالي ومحرك في الصادرات الصينية مثلا، ويلزم في إفريقيا برأيي خلق هذه الظروف لجذب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصينية، وتكوين بعض المناطق الصناعية التي يمكن لهذه المؤسسات أن تأتي وأن تشارك مع المؤسسات المحلية. وهذا بالضرورة يعني راجع المسألة مهمة خالد، هي مسألة التمويل. أنه الصين اليوم هي أكبر دولة ممولة من حيث الاستثمارات، وجود بنكين من أهم البنوك في العالم، إكسيم بنك وكذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني، هم أهم مؤسستين تابعتين للقطاع العام، وأهم مؤسستين في العالم من حيث التمويل. لذلك فاهتمامهم ربما بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحتى يعني بمقاولات التكنولوجيا الستارت اب، هو يعني قادم من خلال يعني هذه النظرة أنه وجود حجم تمويلي كبير قادر على الارتقاء بمجموعة من القطاعات الاقتصادية في إفريقيا. صحيح. لو تسمح بالإضافة إلى النجاحات في الميدان بين المغرب والصين،
بين المغرب والهند، لأن شركة الفوسفات المغربية مثلا لها شركات فرعية مع بلدان صاعدة مثل الصين والهند، وهي لا فقط تصدر بل تنمي المنتوج المغربي إلى مستوى عال جدا، ويباع في الصين ويباع في الهند ويباع في البرازيل بطريقة جيدة جدا. فهذا النوع من إضافة القيمة وإضافة التكنولوجي وإضافة التشغيل للموارد في بلداننا الإفريقية وشمال إفريقيا هو طريقة يجب أن نأخذها من البلدان الصاعدة التي نجحت في صعودها. نعم، وفي الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي تراجع في استثماراته مقابل هذا التوغل الصيني، وربما هذه هي اللعبة الاقتصادية، وهذه حتى قاعدة قبل التوغل الصيني هذه اللعبة حتى قبل ذلك. ولكن يعني الاتحاد الأوروبي يعني يحتفل اليوم ويخلد الذكرى 60 لتأسيسه في روما عام 57 من القرن الماضي. يتفق الجميع ربما على اختلاف انتماءاتهم السياسية وغيرها أن الاتحاد يجتاز أسوأ ربما مرحلة في تاريخه، مع الأزمات التي ربما عشناها منذ عام 2005، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ربما حتى عدم التوافق والتناغم في السياسة، سياسة الهجرة، عدم ربما حتى حل الأزمة الأوكرانية، ما جعل ربما هناك العديد من المشاكل مع فلاديمير بوتين. هل برأيك أستاذ منصف الشيخ روحو هذه هي بداية نهاية الاتحاد الأوروبي على الأقل اقتصاديا؟ هي بداية اليقظة المطلوبة للحل النهائي. نقطة واحدة قبل ما أتطرق بجدية للموضوع. لما هناك ضباب كبير بين إنجلترا والقارة الأوروبية، كانت بعض الجرائد الإنجليزية تضع في العنوان ضباب كبير على المضيق بين بريطانيا والقارة الأوروبية، فأصبحت القارة الأوروبية معزولة، فلهم بريطانيا هي قارة لوحدها. وحتى الآن مطلوب من البريطانيين إذا يريدون الاستفادة من المجموعة الأوروبية القيام بما قامت به ألمانيا، بما تقوم به فرنسا، بما تقوم به. ولكن هل أوروبا حتى بدون بريطانيا بنت نفسها بصفة جدية؟ في الأول صحيح، لأن اللقاء بين أدناور من ألمانيا ودوغول من فرنسا كان لقاء مصيري، ومروا من الحديد والصلب إلى وجود معناها مساحة كبيرة وكبيرة جدا لبلدان لهم حرية تنقل البضاعة، وأصبحوا يبيعون بين بعضهم، فالسوق كبرت جدا، وهذا كانت خطوة أولى. ولكن مع الأسف أوروبا لم تنسق خطوتها الجبائية وخطوتها لميزان الدولة بنفس الطريقة. أوروبا اليوم ليست لها وزارة مالية مشتركة، بينما أمريكا لها وزير خزينة، والاتحاد السوفيتي روسيا لها وزارة خزينة، والصين لها وزارة خزينة. فاليوم أوروبا لها بنك مركزي صحيح، ولكن البنك المركزي وحده لا يمكن. فعلى أوروبا الآن أن تواصل بناء ما هو مطلوب حتى تصبح تسير بطريقة عقلانية، لها ميزان دولة ولها بنك مركزي ولها سياسة جبائية لا تتخالف بين هناك البلدان. سرعات متفاوتة في أوروبا بين فرنسا وألمانيا، والدول لأنها التي لم طلبت مساعدة من اليونان هذه متفاوتة في أمريكا. في أمريكا هناك ولاية قرب العاصمة واشنطن اسمها دلاوير. في دلاوير هناك قوانين تختلف مع بقية الولايات المتحدة، هي تعطي معناها مزايا جبائية كبيرة وكبيرة جدا. وبعض الناس يقولون أن بنما كانت مزاحم كبير لدلاوير، فصارت مشكلة وثائق بنما حتى تصبح دلاوير هي الملجأ. فأمريكا لها ولايات 50 متعددة، ولكن تنظر إلى المصلحة الفيدرالية. هل أوروبا ناوية الذهاب إلى مصلحة فيدرالية أم لا؟
سنطرح السؤال على الكسندر الكاتب. أوروبا اليوم تحتفل ب60 عاما على تأسيسها، معاهدة أو قمة روما. الغائب الأكبر طبعا هو تيريزا ماي، لن تحضر لهذه القمة بما أنها تستعد لإطلاق هذه الإجراءات، إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. هل برأيك تعد هذه ضربة موجعة، ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي في احتفاله بالذكرى 60 والمشاكل التي يتخبط فيها منذ عام 2005، وربما حتى عدم التوافق في السياسات كما ذكر دكتور منصف روحو، في السياسات النقدية أو حتى في احتواء مثلا الأزمة الأوكرانية، أزمة اللاجئين السوريين؟ نعم أكيد. يعني من جهة يعني خروج بريطانيا من أوروبا، من الاتحاد الأوروبي، هي صدمة كبيرة، صدمة كبيرة للنموذج الاقتصادي ونموذج الوحدة الأوروبية التي كان يعني يسير حتى الآن، وهو نموذج مبني على المؤسسات، ما يسمى المؤسسات أولا، والوحدة السياسية يعني في مرحلة ثانية. ونرى أن هذا النموذج اليوم في مأزق ومأزاة كبيرة، ولذلك فخروج يعني بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو يضع يعني النقطة الخاتمة لهذا النموذج. واليوم يلزم على الاتحاد الأوروبي أن يجد نموذج آخر، وهو نموذج مبني على الوحدة الأساسية أولا، وخصوصا ليس هناك ميزانية كما قال الأستاذ، ولكن ليس أيضا هناك سياسة دفاع مشتركة مثلا. فالدفاع الأوروبي اليوم هو يعني يتركز على الحلف الأطلسي وعلى الإمكانيات التي لها بعض الدول كفرنسا. اليوم بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، فلا يبقى إلا يعني فرنسا التي لها إمكانيات يعني في مجال الدفاع. يمكن القول أنها بشأن ما يمكن أن تدافع على ويمكن أن يعني تكون تشارك في بعض الصراعات خارج القارة الأوروبية. ولذلك فهناك اليوم مسألة، وهي مسألة حياة أم موت للاتحاد الأوروبي. للاتحاد الأوروبي، وهذا ما ستكشفه ربما عنه الأيام المقبلة. يونس بالفلاح، يعني تطرح العديد من الأسئلة حول مدى جدية هذا الاتحاد الأوروبي في مواصلة على الأقل السياسات التي كان قد بني عليها في بدايته، وخاصة السياسة النقدية. صعود بعض الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا، سواء في فرنسا، في ألمانيا، وحتى في النمسا وفي غيرها من الدول الأوروبية، هل ربما سيغير من هذه السياسة؟ يعني نعلم أن هذه الأحزاب تطالب بالعودة إلى العملات الوطنية عوضا عن عملة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة. صحيح. الفكرة أولا أنه السياق اليوم صعب على الاتحاد الأوروبي، يعني أنه صعود تيارات يمينية تدعو إلى الدولة الوطنية وإلى الخروج التام من الاتحاد الأوروبي، التشكيك في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بوجود دونالد ترامب الذي ما فتئ ينتقد يعني مشروع الاتحاد الأوروبي وينتقد الدول الأوروبية، الخلاف الكبير مع بوتين على المسألة في القضية الأوكرانية، ثم مسألة التنافسية، يعني صعود قوى اقتصادية صاعدة عندها قدرات تنافسية كبيرة، يعني شككت في مسألة المشروع الاتحاد الأوروبي. كل هذه يعني عوامل ساهمت اليوم في أننا نطرح مجموعة من الإشكاليات التي تخص الاتحاد الأوروبي. أولا هو مسألة عدم التوازن بين القوى الاقتصادية بين الدول، يعني اللهم نستثنينا اليوم يعني فرنسا وألمانيا، كل الدول الأخرى تعاني من أزمات داخلية كبيرة على مستوى الاقتصاد. يعني وحجم الاتحاد الأوروبي بوصوله إلى 28 دولة جعل أنه هناك حالة من عدم التوازن، وجعل هناك يعني حالة من السيطرة، يعني هناك سيطرة ألمانية كبيرة على مجموعة من القرارات الاقتصادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المتعلقة مثلا بالاتفاق الذي حدث في 2005 وإلى حتى 2007، اتفاق لشبونة وما يعني ما جاوره من مشاورات كبيرة، جعل من هذا الاتفاق أنه يعني نظم المؤسسات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، لكن كانت هناك معارضات كبيرة لهذا الاتفاق. يعني أنا أتذكر أن هناك في فرنسا يعني تم الاستفتاء بالرفض على على اتفاق لشبونة إبان فترة حكم الرئيس ساركوزي، لكن مع الرغم من ذلك تم تمرير القانون داخل البرلمان الفرنسي. الحالة التالية هي مسألة العملة. مسألة العملة تطرح إشكالية من حيث أولا يعني مسألة التبادل التجاري، تأثير العملة على مستوى النمو الاقتصادي، على كذلك على معدل الفائدة الرئيسي، وهذا يعني خلق مسألة وأزمة كبيرة، أن هناك يعني اختلاف في القوانين ما بين مثلا البنوك المركزية الوطنية، حالة مثلا البنك المركزي الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي. هناك اختلاف كبير من حيث البنية القانونية والبنية
القضية يعني المتعلقة بتجديد وضخ دماء رئيسية على مستوى الهيكلة المؤسساتية. اليوم الاتحاد الأوروبي أمام امتحان عسير وقوي جدا. هذا الامتحان يتطلب أولا مراجعة للقوانين المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، إعادة هيكلة بناء مؤسساته، ويعني انفتاح الاتحاد الأوروبي على شراكات أخرى خارج ربما القارة سوف تغذي هذا الاتحاد الأوروبي وستجعل منه قوة اقتصادية كبيرة. النقطة الثالثة والمهمة هي ضرورة يعني القادة الأوروبيين اليوم على بناء مشروع قوي تنافسي قادر أولا على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوة اقتصادية كبيرة، وقادر على مجابهة القوى الاقتصادية الصاعدة كروسيا الصين والهند والبرازيل. هذه هي التحديات الرئيسية التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي. مصطفى شحروح، هل سيتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على ربما معالجة هذه المشاكل التي يتخبط فيها من ارتفاع معدلات البطالة، أزمات مثلا ديون الجنوب التي لم تتخلص منها إلى حد الآن بما فيها اليونان، البرتغال، إسبانيا، وحتى أيضا إيطاليا، ربما عدم الاتفاق على الأزمة الأوكرانية، على الأزمة السورية، هل سيتفقون في نهاية المطاف؟ أضف إلى ذلك عدم الاختلاف مع ترامب وصعود هذه الأحزاب اليمينية التي تدعو إلى الخروج من العملة الموحدة من الاتحاد. أولا نعرف كلنا أن الخروج من الوحدة الأوروبية ليس هو الحل، وسوف يكون مشاكل أكثر من لا يفتحها. وننتظر ونرى في أمريكا اليوم أن الحزب الجمهوري الذي فاز في الانتخابات أصبح مشتق في حزبين اليوم ولا يريد اتباع ترامب إلى النهاية. الخيار اليوم في البلدان الغنية أي في أوروبا وفي أمريكا هو سهل جدا. هل النموذج الذي سيتبعونه هو نموذج مواصلة تعظيم تكوين الثروة الوطنية أي النمو الحقيقي، ومواصلة تعظيم تكوين الشغل الحقيقي أم لا؟ فإذا لم تتحصل الدول هذه واقتصاداتها على تكوين ثروة كافي، ما هو الطريق الآخر حتى يبقى الأغنياء أغنياء؟ هو أن يصبح الفقراء أفقر، هو التوزيع. فاليوم سياسة ترامب هي تعطي لأصحاب رؤوس الأموال في أمريكا مزايا جبائية كبيرة وكبيرة جدا. فهناك من فرح لما رأى بورصة نيويورك تصعد، المستثمر صحيح، ولكن هذا صار على حساب الصناعة الأمريكية، على حساب تشغيل العمال في أمريكا، على حساب حتى الصناعة في التخلي عن نظام الرعاية الصحية الأوباما والتخلي عن نظام. اليوم الليلة سنسمع نهاية المطاف وهي كارثة. وبين جهاز الكونغرس الذي قام بالاحتساب ليلة البارحة أن اقتراح السيد ترامب سيكلف أمريكا 26 مليار دولار إضافي بتغطية اجتماعية أدنى مما كان عليه أوباما. فهذا أمر يعطي انطباع أن أمريكا تبتعد على العقلنة. ففي أوروبا الآن هناك الدرس الأمريكي، ولكن هناك درس الصعود الصيني والهندي. فالخيار لأوروبا الآن، هل تريد أن تذهب إلى الصعود؟ واحتسبنا في المدرسة العليا للتجارة ما هي البلدان في أوروبا التي ممكن أن تكون مرشحة للصعود، ووجدنا فقط بلدين، وهم ألمانيا وبلد غير عضو تام في المجموعة الأوروبية وهو الدنمارك فقط. كل بلدان أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط هي بلدان مرشحة للتقهر. ورأينا مشكلة اليونان ومشاكل أخرى في البلدان الكلوب ماد كما تسمى. فهذا الخيار يعطي خيار للسياسيين الأوروبيين، هل يريدون أن يذهب نحو هيكلة اقتصادهم ليكون الثروة الوطنية، ليوزعها بصفة عادلة، ليعظم التشغيل، ليعظم التصدير، آنذاك التبادل يكون جيد والرفاهة تكون موجودة، أو لا يريدون أن الذهاب لهذا، فالطريق إما الفقر أو الحروب لأخذ خير الغير. ألكسندر كاتب، ربما قد نتفق أم لا مع ما قاله هو الدكتور منصف شحروح، هذه الاحتمالات كلها واردة، ولكن برأيك هل زمن الاتحادات قد ولى وانتهى في نهاية المطاف عندما نرى ما آل إليه الاتحاد الأوروبي من مشاكل داخلية تتخبط فيها كل دولة على حدة، وأيضا في اختلاف وجهات النظر داخل هذه المنظومة، داخل منظومة الاتحاد الأوروبي؟
المشكلة الأساسية في رأيي أن لا يمكن أن يكون هناك اتحاد إذا لم تكن هناك رؤية سياسية في المدى المتوسط والبعيد. وهذه الرؤية السياسية تكون تكوين دولة أوروبية مثلا كالولايات المتحدة لأوروبا. لكن هذا النموذج اليوم لا يرضي الشعوب. أو قد تكون رؤية أخرى وهي رؤية سوق مشتركة ببعض يعني تسييرات للاستثمار و يعني المشاركات المالية وغيرها. ولكن هنا يلزم توضيح الرؤية هذه. ما هي الرؤية التي يعني تريد أن تذهب إليها اليوم أوروبا؟ ويلزم يعني عرض هذه الرؤية على الشعوب، لأن الشعوب هم الذين سيجيبوا على هذا السؤال في النهاية. وهذا ما سنكتشفه معا ربما بعد هذه القمة، قمة روما، أو حتى بعدها. ألكسندر الكاتب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. معك نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأسبوع الاقتصادي. الشكر موصول لك أيضا يونس بالفلاح، الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الدكتور منصف شيخ روح، أستاذ الاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة هنا بباريس، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا للأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة. وفي الغرفة التقنية شكر لكندا محمود. ختام الأسبوع الاقتصادي، إلى اللقاء.